زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد، ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجه لها تعديل. طبعا الارباك ده بتاع اي 39 او اي 36 في البي ام يعني، وده ام اوريجينال. هو طبعا خد الطاره عملها عند حد بتاع فايبر، وطبعا الطاره اتبهدلت زي ما انتم شايفين كده، والارباك اصلا متبهدل، فالارباك ده ملوش علاج واحنا ان شاء الله بنعالجه. تعال نشوف مع بعض هنعالج الارباك ازاي. مهم قوي قبل اي حاجه موضوع الارباج، لما بتيجي تلحمه من جوه طبعا بنلحمه بطريقه معينه ولازم بمواد معينه، علشان اللي بيعملوا فايبر واللي بيعملوا مش عارف ايه، الارباج ده لو ضرب في وش حد هيوديه في حته تانية بالنسبه للحمات. فاللحمات لازم بطريقه معينه، وبرده ما تقويش قليب اللحام جامد اللي هو تصبه يعني، فبالتالي يبتدي يطلع يضرب في وشه فيعمل مشكله. هنا الارباج زي ما انتم شايفين احنا بنفك العلامه، لان العلامه مش حلوه، مش احسن حاجه يعني. هنحط ان شاء الله علامه كويسه. خليك معايا لاخر الفيديو وشوف احنا هنعالج اللي ناقص ده ازاي، ونكمل الارباج ازاي، ونعمل حبايه ونعمل الشغل ازاي. قد يكون انا عامل الارباجه ده قبل كده بس مش بالحاله دي، انا بنقي اصعب حاجه واصورها، السهل انا ما بصوروش، وده مش كل شغلي. انا شغلي بعمل الصعب اصوره، والسهل ما بصوروش خالص. وكمان بصور علشان كل حبايبي وكل اصدقائنا في كل مكان يستفيدوا من الفيديوهات، وكلنا نستفيد من بعض ان شاء الله. تمام. هنا احنا بنظبط اللاين كويس قوي عشان الارباجيه دي بتبقى قابه او نازله لتحت، فبالتالي لازم نعدل عشان تبقى مسطره. خليك معايا لاخر الفيديو وشوف احنا هنعمل ايه. هنا احنا معانا بلاستيك بس، وحاجات طالعه كده وحاجات نازله، وتعال نشوف مع بعض الارباج ده يبقى عامل ازاي. طبعا النهارده احنا لما بنقول معلومه او بنحب نوصل معلومه عشان كل الناس يستفيدوا، وفي نفس الوقت تعرف ان حاجتك الصعبه هتبقى سهله ان شاء الله بعد ما تتعمل، وكل حاجه تتعمل واحده واحده. هو الموضوع كل ما في الامر انه بيبقى محتاج صبر، ومحتاج احترافيه، ومحتاج طولة بال، ومحتاج برضو ان انت تكون عندك اتقان في العمل عشان تطلع الشغل محترم وبالشكل الجميل. خليك معايا طبعا لاخر الفيديو وانا اوريك احنا بنوصل لايه. هنا احنا دايسين على الفبر ده عشان يطلع مظبوط في الاخر، وبرضو زي ما انتم شايفين احنا بنحط اجزاء بسيطة كده من المادة علشان يبقى اللحام كويس ويطلع بشكل جميل في الاخر. خليني اقول لكم ان كل ده مهم قوي في السيفتي، وان الحاجة تبقى مظبوطة وكل حاجة تطلع على وضعها في الاخر زي ما انتم شايفين كده. تمام. اللحام مهم قوي، نبني بقى الزوايا دي ونعمل حساب الارباك برضو انه لما يضرب مرة اخرى يضرب تاني. طب في حالة ان احنا عملنا الارباك يضرب تاني، يتصلح تاني وتالت ومليون. هنا احنا بنعلي بالمادة ليه؟ علشان مش هينفع نحط كمية من المعجون، علشان المعجون ده لو قدر الله الارباك ضرب يطقطق في وشك. في ناس بتعلي بالمعجون ده عادي جدا، ومع الوقت برضو بيطقطق ويفلق، الكلام ده ما ينفعناش. وخلينا اقول لكم ان الامور سهلة وبسيطة. خلينا مع بعض كده نشوف للاخر احنا هنوصل للعلاج او الحل ازاي. الاحسن والاقوى ان انت لما تيجي تعمل شغل خلي في بالك وفي خيالك ان انت بتعمل شغل لنفسك مش للناس، لان اصلا اللي انت بتعمله ده من عمل خير فلنفسه. خلي ربنا امامك في كل شيء، بحيث ان انت لما تيجي تشتغل في حاجة يبقى بضمير وبتعملها باتقان كويس جدا، وفي نفس الوقت الزبون هيبقى مبسوط. ده بعيدا عن الفلوس او بياخد كام او ما بياخدش كام، بعيدا عن اي حاجة. خليني اقول لك بس القصة بتمشي هنا لحد فين، لحد ما نطلع احسن حاجة ولا اعلى جودة. واهم من الشغل ضبط الشغل، ومن اهم الاشياء في الشغل الفينش. الفينش ده رقم واحد. هنا احنا بنعمل الخط اهو اللي هو في الجنب يمين وشمال. طبعا هي ملهاش معالم، هنخليها بامر من الله ليها معالم. خليك معايا لاخر الفيديو وشوف احنا بنعمل ايه، وربنا يا رب يوفق الجميع. وبشكر كل الناس المحترمة اللي بتتابعنا، وكل الناس اللي بتقول فينا كلمة كويسة، وتحياتي لكل الناس طيبين. وربنا يهدي العاصي، وربنا يهدي الناس اللي بتقعد تتكلم كلام كده مش مظبوط. وفي واحد كل امنياته يخش يعلق علينا بسلبي، ما تفهمش هو يعني يا عيني عايز ربنا يكرمه، وبندعي له برضه ان ربنا يشفيه يعني من اي داء في سوء، لان لازم النية تبقى صافية. فعشان تصفي النية لازم ندعي له بزيادة شوية. فاحنا بندعي لكل الناس ربنا يوفق الناس كلها. واحنا مش حجمنا مش حجم الناس دي، احنا في حتة تانية الحمد لله، فربنا يهديهم. خلينا اقول لك بقى هنا احنا بنبني البنى ده بقى محتاج مجهود قوي جدا، لان احنا بنبني حتة بنقعد نرسمها
من مفيش خالص. خليك معايا للاخر وشوف انا ببني ازاي. وتاني بعيد، اللي بيشوف ان الفيديو طويل يجري ويشوف قبل وبعد. اللي شايف ان كلامنا مزعج يعمل يكتم صوته ويتفرج. اللي شايف ان شغلنا مش عاجبه ما يتفرجش. مش عايزين نتعب اي حد في اي حاجة. احنا هنا موجودين عشان نفيد ونوريكم الجديد. تمام. الكلام التاني ان احنا بفضل الله مهم قوي ان احنا كما تعلمنا نعلم. زي ما ربنا رزقنا بالعلم بننفق في سبيل الله بيه. انا بقول كل حاجة بتتعمل ازاي. والمادة قلنا البدائل بتاعتها برادة تيل، برادة حديد، برادة طفي سجاير، اسمنت هيمسك، بس طبعا اقوى حاجة برادة تيل. ده البدائل بتاعت المادة. واللي عايز شوية لعربيته ياخدهم مني هدية عشان ما حدش يقعد يسألني عن المادة تاني، وكفاية بقى سؤال عن المادة يعني. تمام. وانا مش بذيع عن المادة لانها المادة غالية شوية، فانا مش بذيع عنها عشان ما حدش يعملها. تمام. يبقى بلاش فيها اذاعة اصلا يعني. ولكن الامير مش هو اللي بيمسك عشان ما حدش يقول لك انت بتشتغل بالامير. الامير بينفعل مع المادة اللي انا شغال بيها. احنا هنا بناخد تيست على الطارة عشان بنبتدي نرسم زي ما انتم شايفين، ورسمنا اللاين بتاع الطارة في المظبوط. هنركب دول عشان ناخد اللاين مظبوط جدا جدا وكل حاجة تطلع على وضعها. دي الطارة اللي هتتعمل يا جماعة. بس انا قفلت الفيديو على طارة تانية عشان بحيث ان انتوا تشوفوا شكل الطارة النهائي وازاي الكلاكس اشتغل والسوستة بتاعته والكلام ده كله. فخليك معايا لاخر الفيديو. احنا هنا بناخد تيست ان احنا شغلنا طلع مظبوط وعلى الجودة. هنا بنعمل الحباية ده بعد طبعا ما ظبطنا وروقنا الحباية زي ما انتم شايفين. بص على الحباية كده. الحباية دي بقى انت بتحط بوية خام، ما بتحطش عليها تنر. والبوية دوكو، والبوية اوميجا، والبوية مط، والبوية لازم هنا بقفل اللون اللي هو يطلع زي الشركة بالسبراي فوكس مط. تمام. البوية اللي انت بتشتغل بيها لازم ما تكونش بتنر عشان تبقى تقيلة وعشان المسدس يتفتف. هنا هناخد العلامة دي نحطها هنا. جبنا إرباجات هنا عشان ناخد منها العلامة الأصلي. احنا ما بنشتغلش غير بأصلي. مفيش حاجة اسمها بصلح. أنا ما بصلحش، أنا برجع القديم جديد. عشان نتكلم في المفيد أنا برجع لك القديم جديد. تعال نشوف احنا ازاي هنعمل الشغل. طبعا هنفك الإرباجات ونفك كل حاجة من مكانها عشان نبتدي نطلع العلامة على وضعها. طبعا ما تبقاش واحد يضرب مفك من بره وما يشوفش هي راكبه ازاي. بص انا فكيت كام حاجه عشان اطلع العلامه على وضعها، لان ما ينفعش تضرب فيها مفك تعوجها ويبقى شكلها مش كويس. اتعب شويه تطلع الشغل مظبوط. سيبك من بقى ايه اللي الناس ممكن بعض من الناس بتبتدي تكروت او يلا مستعجل. يعني ما تستعجلش، الصبر حلو. وادي العلامه طلعت زي الحلاوه، بس اما عرفت اولها فين واخرها فين. ومن هنا احنا ظبطنا الشغل وطلعنا كل حاجه على وضعها. هنا بقى احنا هندي سنة امير كده عشان يبقى سيفتي وامان بعد ما نركب بالطريقة بتاعتنا. طبعا ده زي ما انتم شايفين كده الشغل لازم يطلع بالطريقة دي. اتفقنا؟ خليك معايا للاخر وشوف الشغل هيطلع ازاي. هنا بفضل الله احنا بنرجع كل حاجة في مكانها تاني عشان شوف احنا كم مرة بنركب ونفك وتيست ونركب ونفك وتيست عشان ما نتعبش من ده. نتعب لو الشغل طلع مش كويس. يعني انا اتعب لو الشغل طلع مش كويس، ده اللي بيعمل لي مشكله. تمام. خليني اقول لكم ان الشغلانه هنا طالعه ازاي. وكل برضه لازم البرشام يركب يا جماعه عشان لما تيجي تضرب ما تطلعش كلها. كل حاجه معمول حسابها. احنا مش عايزين اضافه من حد. اللي عنده كلمه حلوه يقولها لنا، اللي ما عندوش يخلي الكلام ليه عشان احنا مش عايزين كلام من حد. هنا اللميع اللي انا بقول لكم بيلمع زي المط. وتقريبا اعلنت لكم شكل الازازه بشكل غير مباشر كده، ببصوا عليها وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. عشان ناس كتير بتكلمني على اللميع اللي هو بيرجع مط ده، عشان ده مش لميع. انا حاطط لكم هنا في الطاره اهو. بصوا بقى الكلاكس. بصوا يا جماعه عشان تاخد وتدي، وبوريكم ان الحاجه ركبت على وضعها وربطنا وكله تمام. ودي طاره صورنا بيها السنونه طبعا في فيديو جديد وفكره جديده وحل مشكله جديده. وتقولوا لنا رايكم احنا ازاي الشغل بيطلع وازاي الشغل بيبقى جميل. طبعا احنا مشكلتنا هنا بالليل بنصور مع الاضاءه، لكن الحبايه طالعه زي الفل. الاضاءه بتعكس معانا شويه بس الحمد لله. طاره والارباجيه طلعت زي الفل. استنوها في فيديو جديد وفكره جديده وحل مشكله جديده. والى اللقاء.